جمهور النادي الاهلي ده انا مش عارف يعني اقول لك حاجه يعني. انت هتقول لي كتير اعظم دلوقتي. مدرسه كرويه. ده انا مش هسيبك، ده انت هتقول لي كتير وهطلع منك حاجات كتير قوي للجمهور. ارحب برضو بعم حربي، اهلا بيك يا عم حربي ومبروك عليك بطوله الدوري. انا الاول اوجه لك الشكر على المقدمه اللي زي العسل اللي طالعه من بقك يعني. لا انت تستاهل اكتر من كده بصراحه. لا انت بتدي الناس حقها، ومن زمان كنا مستنيين المقابله دي بصراحه، وعشان ننقل لك مشاعر الاهلاويه. انت قلت لي بيموتوا في حاجه اسمها محمد الليثي. ربنا يكرمك. ده انت قلت لي اعمل لك حلقه تكسر الدنيا. انا عايز اشوف بقى. انا هعمل لك شغل اللي انت عايزه كله قديم وجديد. عم جزر اهلا بيك ومنور ومبروك عليك بطوله الدوري. ومبروك الدوري ده عليك، ان انت الدوري ده ليك فيه سنت كده. ربنا يكرمك. واحنا قاعدين كده اقول لك عليه ان شاء الله. الحمله اللي انت عملتها معروفه، والثلاثه وانت بتوع الحمله معروفين، وانت قاعد كده اقول لك عليه. خلينا نقول مع بعض، خلينا نقول حاجه مع بعض. هبدا بعم حسين. عم حسين، القصه دي قصه كبيره قوي. انا كنت فاكر ايام زمان لما كانت اللي هي الدرجه الثانيه، دلوقتي دي كانت هي الدرجه الثالثه، اللي هي بتاعت الماسوره الصحفيه. اللي هي بتاعت دلوقتي اللي بقى فيها الصحفيين. دي كانت زمان الدرجه الثالثه، هي الثالثه، كانت المعقل بتاعك دي قعده العظماء. معقل عم حسين دي. هي دي جت ازاي القصه دي؟ هي قصه يعني انا اول حاجه عاوز اجيب سيره الناس القديمه. قول. اللي هي وقفتنا على رجلينا. عم بحر الله يرحمه، رحمه الله عليه. عم عبده كورنر. عم عبده كورنر. يعني عم بحر وعم عبده والناس القديمه دي علمتنا. ومعايا كان واحد اسمه الاستاذ حمدي همت. حمدي همت ده اللي كان بيشقى في المدرجات اكتر مننا احنا. حمدي همت ده اولا كان معاه الطبله. ضابط طيران. اول واحد دخل ترومبيطه في انا كنت فاكر كان في واحد بيقف على مستوى الكوره في مصر. اول واحد ده كان كابتن حسين، كان حمدي همت. ده كان ظابط؟ لا هو كان شغال في المطار. شغال في المطار. في المطار يعني راجل فني المهم الراجل ده وبندعي له بالشفاء بالمناسبه لوالدته، لان هو مرافق هو اللي منعه انه يجي، وانه مرافق لوالدته، راجل مخلص ليها. او احنا بالمناسبه بندعي لوالدته بالشفاء. يا رب يا رب. اتفضل. الراجل ده حمدي همت ده شال معايا هم المدرج. الراجل كنا بناخد من المدرجات يا استاذ ليسي من تحت لفوق. طبعا جزره بيبقى الناحيه الثانيه برضه من تحت لفوق، برضه حربي من الناحيه الثانيه. وما ننساش بقى عمنا كلنا برضه في التشجيع عثمان. عمنا كلنا. وبعدين كان معايا برضه من زمان وهو صغير، دلوقتي بقى مدير الاداره التعليميه في شبرا، شريف كامل. ده كان على طول معانا. بداتوا امتى يا عم حسين؟ يعني بداتوا امتى القصه دي؟ انا بالنسبه لي انا عشان يمكن حرب عارف، انا كنت بهرب من ابويا زمان وانا عندي 7 سنين عشان تروح تتفرج على ماتشات اروح النادي الاهلي، وكنت بنام تحت المدرج. سنه كام تفتكر؟ بالظبط كده كانت في الستينات. الستينات. كنت بنام تحت المدرج. ما بروحش، كانوا بيجوا ياخدوني من النادي الاهلي. انت قاعد للنادي الاهلي؟ قاعد للنادي الاهلي. بس الحب الغريب يعني نشأ كده من عند ربنا كده؟ ده نشأ شيء الهي. حب الهي. لان برضه كنت شفت لقيت الناس القديمه عندنا في الحته عملوا زفه للنادي الاهلي كده في الخمسينات، وانا مشيت معاهم. زفه كان الاهلي خد بطوله فعملوا زفه، فانت الموضوع بقى من هنا بقى كان الاهلي بياخد الدوري على طول ايام عم بحر ده كان بيقف كده في الملعب، كان بيغني لتوتو اغنيه توتو توتو صلي على النبي. كان توتو ده بيجيب اهداف، هو الهداف بتاع الزمان. المدرج كله كان يقول الهتاف ده. كان ساعتها مدرج النادي الاهلي ده بيشيل 40,000. دي كانت قعدتنا وكان بيتنا. اكلنا شربنا كل حاجه هناك. فطلعنا بقى شفنا بقى المدرجات، لدرجه انا بقول لك بقى يعني الاستاذ شريف كامل ده هو اولا مدرس ومدير الاداره التعليميه، لكن راجل محترم جدا جدا، وراجل كان بيعمل لنا كل حاجه. هو اللي كان بيعمل لنا الاكل. جميل. كان بيخدم علينا. معانا بقى جمهور الاهلي بقى القديم، اقسم لك برب العز، درجه ثالثه تقوم، ثانيه يقومها جزره، والمقصوره والاولى بتاعت حربي. ومعانا مشجعين تانيين كتير. كان كله بيرد اكتر من المرد دلوقتي. يعني المرد دلوقتي الحته بتاعت الثالثه الشمال دي هي اللي بترد، لكن ده كان الاول بقى بنقعد انا وحربي وجزره وحمدي همت وعم عثمان والناس دي، ونفنط نفسنا كده في المدرجات دي كلها. الملعب ال 120,000
كانوا بيغنوا الاغاني اللي احنا كنا بنغنيها. جميل. كان طيب بيقعدوا بقى ورانا بقى مين؟ فاكر ايامنا بقى كريم عادل كريم قعد ورانا. ريعو ده كان عيل صغير. ابو علي كان عيل صغير. وكانت الناس دي برضه محترمه. ولادكم يعتبر اولادنا. لغايه لما طلعت اول رابطه اللي هي رابطه اولاد صالح سليم جزر عارفها. جميل. اروح لعم حربي. عم حربي، القصه دي ما هي برضه منظومه كان بيترتب ازاي قبل الماتش؟ الموضوع ده كان بيترتب ازاي؟ والله هقول لسعادتك حاجه، احنا الاول بس تسمح لي الاول عشان عم حسين برضه ذكر الناس القديمه فلازم برضه ندي الناس حقها بالمناسبه المجال اللي انت عامله لنا ده، والله احنا بنشكرك عليه. لا اول شكر على واجب. ده شكر على واجب. بنشكر الكابتن عثمان في غيابه، عبد الله من حدائق القبه، حسن كمساري، كان في كمساري شهرته كده كان يخش يرج الملعب بالصفاره بتاعته. كان في راجل من بعد عننا اكتر من 13 سنه وكان مخلص لجماهير النادي الاهلي، ان هو التزم دينيا. الحكم السابق قبض عليه، قعد 13 سنه في السجن، اسمه الشيخ جابر، ده من مشاهير جماهير النادي الاهلي. ده في برضه اللي انت فكرتني الشيخ حسن قاسم. الشيخ حسن قاسم هقول لك ليه مناسبه. كان انا اعرف ربنا ينور له بصيرته وبيتنبأ بالهدف. ده كان بيقعد يهيص وتبص تلاقي كل ده بالمناسبه هو صاحب كنا جايين جبنا سيرته. الشيخ حسن قاسم عبد العال هو اول واحد عمل اغنيه بدون مزيكا وهو شيخ اهل الله بالخاتم على العصايه. كان بيقول ايه؟ الاهلي النهلك والنهلي حبيته اول ما ندهلي، ده بطل الدوري ما فيش غيره يا ما جاب الكاس والدهلي. الاهلي شيخ طه يا شيخ طه لما قالوا حطها ودايس فيها. اللهم صل على النبي، ربنا يقوي ايمانه. هو دلوقتي من المشايخ يعني المنشدين طبعا معروف ده بالمناسبه. والشيخ جابر ده من الناس. وكان في واحد اسمه الشيخ نصر من والعيله، ناس قديمه جدا. وكان في راجل صاحب مقهى مشهور جدا، القهوه تتفتح ببلاش بعد الاهلي، اسمه الله يرحمه. الاهلي يكسب القهوه ببلاش؟ بلاش. وكان تشرب اللي انت عايزه ببلاش؟ بلاش. اسمه ابراهيم عزام، وما يتفرجش على ماتش الاهلي والزمالك، يخش سينما اعصابه التطور. انا اعرف ناس كده ناس مهمه جدا. وفي الحاج عبد الله يرحمه اللي هو الاهلي تكريما ليه عمل له الكشك قدام النادي. مين اللي عمل له الكشك؟ النادي الاهلي. فريق مرتجي اللي هو الكشك اللي قدام باب النادي الاهلي من ناحيه فريق مرتجي اللي عمله. وبالتفاهم مع محافظه القاهره ساعتها. يعني في ناس، وفي عثمان، في حسني امبابه، في احمد امبابه، في حسين امبابه، في عادل الفلاح، في اكيد الاسماء كتير يا عم طبعا. لكن المنظومه دي انتوا برضو في فتره السبعينات والثمانينات انسهرتوا كده مع بعض ازاي؟ والقصه احنا كنا بندور على بعض. بتدوروا على بعض. القطر لو ناقص واحد نعرف مين اللي ناقص. لو كابتن ليسي ما جاش احنا يعني مش احنا مبسوطين قوي ان الدنيا اتطورت. الجيل اللي طالع بتاعنا ده بيروح قبل الماتش بساعتين وبيجي بعد ساعتين. احنا كنا بسبب مباراه كوره قدم تعتبر بتقضي اكتر من 24 ساعه بره بيتك. الاهلي راح دمياط، احنا من 5 الفجر في محطه مصر عشان نركب قطر 6 يودينا 3 الساعه 3 دمياط. الماتش يخلص نركب قطر 11 عشان نرجع 3 الفجر. عقبال ما تروح بيتك تروح. كل ده ليه؟ حبا في النادي الاهلي. حبا في النادي الاهلي. واحنا سعداء بحاجه واحده، ان الاهلي واخد كام بطوله في الدوري؟ 36. احنا على الاقل لينا فيهم بتاع 30. ليكوا فيهم حضرنا فيهم 30 بتوعكم دول. يعني حضرنا من قبل ليه؟ طب ما انتوا ما زلتوا بتحضروا. لا يعني انا بكلمك بقى في ايه، احنا من قبل الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي والناس الاجيال اللي قبليهم. جيل محمود عبد الحي ومحمود رشدي وحسن جعفر وجيل عاطف الجون وجيل اجيال ويحيى بهجت وعلي الحلو الله يرحمه. اجيال كتيره قوي. انا حضرت المغربي وحضرت كابتن ابراهيم حسين واسامه يوسف سنه 66 لما خدنا كاس مصر، وكان حارس مرمى نادي الترسانه كان كابتن الله يرحمه كابتن احمد بهاء. وبعديها جت 67 راح مننا الدوري العام. ده تاريخ. طب عم جزر يعني عايزك القصه بتاعت المدرجات بقى اللي انت كنت بتمسكها دي، الهتافات كانت بتتعمل ازاي؟ القصه كانت ازاي؟ تشجيع الكوره دلوقتي غير تشجيع الكوره زمان. يعني زمان طبعا يعني تطور الدنيا والامور بامانه يعني الكوره جابت محمود الخطيب. الكوره جابت محمود الخطيب. تشجيع الكوره جاب حسين عفيفي. بامانه يعني مش عشان هو قاعد ولا بتاع. يعني حسين كانت في ناس زمان بتجيب له تسجيل وتسجل له
بكلمك جد والله، جاب له حاجات وسكين. حسين كان يقف مثلا لو ده يقول وهو ملوش يعمل كده، محدش يقول، محدش يتكلم، محدش يفتح بقه. كان قوي. وقفنا وراه واستفدنا منه حاجات كتير. الربط اللي طلعت دي ربط كويسه. وانا برضه يعني ايه، اول رابطه طلعت في النادي الاهلي اللي هم اعضاء النادي الاهلي، اللي هم عملوا العلم بتاع ريال مدريد، العلم الكبير اللي هو محمود بيه، محمود حسين ده ضابط شرطه، وسميح ضابط جيش، وفي واحد شغال في النادي الاهلي اسمه دكتور عادل كرايم، جاب طنطا قبل كده، وعمرو السلكاوي، دي ناس اعضاء محترمه، دول اول ناس عملوا رابطه. سميح. بعد كده جت الرابطه اللي هي بتاعت خالد شاكر، كانت رابطه كويسه. طبعا. بعد كده الشباب بقى، الشباب الحلوه دي، الشباب هم اللي شايلين. الشباب دي السنه دي يتحسب لهم